وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي النهارده، ان شاء الله فيديو يعجبكم جدا، بسيط وسهل وهيعجب اولادكم كمان. النهارده هنعمل ايه حبايبي؟ هنعمل النهارده البسكويت السريع الاقتصادي اللي كل حاجه فيه بالنص. 3 كوبايات دقيق، يعني نص كيلو دقيق، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، معلقة نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة فانيليا او نقول رشة فانيليا، وكوباية عصير برتقال. ما عندكيش برتقال، كوباية مية. في اسهل من كده؟ طبعا مفيش. ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجة. هتعملي في بسكويت تفطري بيه الصبح جنب كوباية قهوة، تتعشي بيه جنب كوباية شاي بلبن، تاخديه في لانش بوكس الاولاد، تاخديه معاكي النادي، في اي حتة مش هيقولك لا. نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هننزل بالبرتقال، نقول بسم الله. نزلنا بالبرتقال، لكن ننزل بالسكر، ندوبهم كده مع بعض الاول، وهرجع لكم تاني بعد ما ادوبهم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ونشوف هنكمل ازاي يا حبايبي. قلت لكم تاني حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بعد ما دوبت السكر مع البرتقال، دلوقتي بقى هنزل بالزيت. نقول بسم الله. احلى بسكويت هتعمليه في بيتك، اللي انت بتجيبيه في اكياس وبتروحي تقفي عليه في الفرن، هتعمليه في بيتك على طول، ولا مواد حافظه ولا اي حاجه. هنحط دلوقتي بقى البيكنج باودر والنشا والفانيليا هنا على الدقيق، ننزلهم كده. بعد ما دوبت كده الزيت ده مع ده، هدلقهم على الدقيق والبيكنج باودر. خلص البسكويت، خلص البسكويت. هندلق دلوقتي بقى كده. هندلق ده كده الدقيق بالفانيليا والنشا والبيكنج باودر على البرتقال والسكر والزيت، ونقلبهم كده. وبعد ما ادوبهم كده هرجع لكم تاني ونشوف هنشكله ازاي وازاي هنسويه والكلام ده كله. كده العجينه قدامكم، بصوا ملمسها. للامانه حبايبي لو انت حطيت حبه جوز هند ورشه ملح، علشان خاطر ايه؟ كل حاجه نعملها بدقه. لو انتوا حسيتوا ان العجينه طريه في ايديكم، ممكن ترشوا رشه دقيق كمان عشان تبقى ملمسها زي ما انا وريتكم كده، زي ما انتوا شايفين كده معاكم. انا دلوقتي خدت حته منها وبفردها على سيليكون او على كيس بتاع تلاجة، زي ما انت اللي عندك موجود، على اي حاجه تقدري تفرديها عليها. وبفردها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ومعايا صينيه بدهنها دلوقتي بالزيت. اي صينيه عندك بقى، صينيه صغيره كبيره، لو صاج حتى مش مشكله، يبقى وفر لك الوقت، وفر لك السوا كمان مره واحده. زي ما انتوا شايفين كده دهنا الصينيه. دلوقتي بقى انا هشكلها معاكم. انا بس بوريكم السمك اللي احنا هنعمله بيها. عندنا بقى كوبايه كده صغيره زي ما انتوا شايفين كده، هنروح مشكلين بيها. بسم الله. طبعا حبايبي ما تنسوش الاذكار والاستغفار والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عندكش انا بسهل عليكي، انا عندي قطعه الدوناتس ممكن استغلها على طول، لكن انا عشان خاطر اللي موجود عندك في بيتك تقدري تعمليه وما تقفيش على اي حاجه ابدا. زي ما انتوا شايفين كده، خله بقى بتاعت الشيش طاووق، وبنروح عاملين بيها كده مخرمين بسكوت ميري عملناه في بيتنا، اللي بنجيبه في الاكياس من غير بيض ولا لبن. عملنا له شكل محترم اهوت. يطلع من الفرن هيقعد قد ايه في الفرن؟ يقعد 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، على درجة حرارة من 180 ل 200. انا شكلت كده بقى ووريتك، وهحطه في الصينية وارصه، وبعد ما يخلص ويطلع من الفرن هوريك حبايبي شكله ان شاء الله باذن الله يكون وصفة سهلة وتعجبكم. ورجعت لكم تاني حبايبي بعد ما خرجت البسكويت من الفرن. مش قادرة اقول لكم الطعم ولا الريحة بتاعته، يكفي بس لما انت تفتحي الفرن تخبزي في البيت، حاجة كده عظمة. القرمشة بتاعته سامعين التكة؟ اديكوا سامعينها. ولا الريحة بقى،
انا اتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم النهارده، يكون بسيط وسهل ووصفه اقتصاديه سريعه وبسيطه تعمليها في بيتك، تعجبك وتعجب اولادك. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.